بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أبو ريدة ذبح المصري في استاد اسكندرية، في استاد برج العرب، وعين له محمود ناجي الزملكاوي انذارات وطرد وضربة جزاء لضمان فوز الزمالك المستريح وإبعاد المصري عن الصدارة، وتصدر الزمالك الدوري باحتواء الناجي وأبو ريدة بعد أن قدم ضمانات لرئيس نادي المصري أن تكون مباراة تحكيمية عادلة، ولكن هؤلاء لا تثق فيهم، عادتهم ولا يشتروها. فريق المحلة الوحيد إلى الآن الذي لم يلقى أي هزيمة، نجا من الهزيمة وأصبح سجله خالي من الهزائم في الدوري الممتاز المصري حتى الأسبوع السادس. جميع الفرق بلا استثناء خسروا إلا المحلة، كانت الهزيمة سلبية. تعادل مع وادي دجلة، وفي حالة تعادل وادي دجلة مع كهرباء الإسماعيلية أو فوز كهرباء الإسماعيلية، وفي حال فوز الأهلي يصعد 7 درجات إلى أعلى. أما فوز دجلة يقلل صعود الأهلي لعدد درجات الصعود بحال فوز دجلة على كهرباء الإسماعيلية. تشاهد اليوم فوز الزمالك في أرض الملعب، ولاعبي الزمالك مش مصدقين نفسهم، السعادة الغامرة سيطرت عليهم كأنهم حصلوا دور نايل، ولكن هذا الفوز يعتبر رفع معنوية لهم بعد الهزيمة المذلة المهينة لهم ولجماهيرهم في الأسبوع الماضي. قلناها مرارا وتكرارا، لن يفوز الزمالك إلا بالاحتواء والالتواء، ولكن هذه المرة فاز وذبح المصري في الإسكندرية على إيد ابن المصري أبو ريدة الذي رفض وأصر عدم استخدام حكام أجانب لهذه المباراة، وعين محمود ناجي الزملكاوي ضربة الجزاء محتسبة فيها تسلل واضح على لاعب الزمالك، ولكن الفار لن ينظر لذلك، لأن الفار متربص وينتظر أن يكون الزمالك متصدر أو فائز بفرق من الأهداف عكس ما يفعلوه مع الأهلي. هل لو هذه اللعبة مع الأهلي ستحسب؟ لهذه الحالة سيكون الفار أعمى أخرس، لا يرى، لا يتكلم، لا يفهم. كان سيحتسبها ناجي، والفار